ايه الفرق بين البرودكشن ديزاينر والارت دايركتور؟ طيب في صناعة الفيلم او الاعلان كل تفصيلة في اي مشهد وراها فريق كامل شغال علشان المنتج يكون بالشكل اللي يخليك تنبهر اول ما تشوفه، لكن في وظيفتين ناس كتير بتتلخبط بينهم اللي هما الارت دايركتور والبرودكشن ديزاينر. باختصار الارت دايركتور ده هو الشخص اللي بيشرف على الهوية البصرية للعمل سواء كان فيلم او اعلان، هو اللي بيحدد الشكل العام للمشهد، الكالر باليت، المود، التكستشر، الستايلينج، هو اللي بيقرر شكل المكان، الملابس، الديكورات والاضاءه، لكن مش هو اللي بينفذ التفاصيل الفنيه بنفسه. اما البرودكشن ديزاينر فهو الشخص اللي بياخد رؤيه الارت دايركتور ويحولها لحقيقه، هو اللي بيشرف على تصميم وبناء اللوكيشنز والاكسسوارات وكل عنصر موجود جوه الكادر، بيشتغل مع فريق الفنيين علشان يحول الافكار لعناصر حقيقيه ملموسه. بنشوف اعلان عطر من جوتشي، هنا المخرج مع الارت دايركتور حط رؤيه انه عايز الاعلان يكون كانه حلم زهري فاخر مليان حياه وطبيعه، والاضاءه تكون ناعمه والموديلز جزء من المشهد، والبرودكشن ديزاينر وفر الظهور المناسبه ومع الفنيين بنى الخلفيات وظبط الاضاءه علشان نحقق الشكل اللي في دماغ المخرج والارت دايركتور. النتيجه اعلان خلاك تحس انك داخل عالم من الازهار مش مجرد اعلانات. باختصار لو الارت دايركتور هو المخ صاحب الرؤيه الجماليه، فالبرودكشن ديزاينر هو العضلات اللي بتنفذ وتحول الرؤيه الحقيقه. افتكروا مين فيهم المسؤول الحقيقي عن التفاصيل اللي بتخلي الاعلان عبقري.